راديو صوت العرب، عنوان التميز والارتقاء. أهلا بكم مستمعي راديو صوت العرب وحلقة جديدة من حكاية ومثل. مثلنا اليوم هو مثل شعبي يقول: على قد لحافك مد رجليك. يقال هذا المثل لمراعاة قدرات وظروف الإنسان في كل تصرفاته في الحياة. أما عن حكاية هذا المثل فهي تعود لشاب عاش حياة الرفاهية والبذخ، وهو وريث والده الوحيد، فورث عن والده ثروة طائلة لم يحسن الشاب تصرفها، فقد كثرت سهراته وتبذيره للثروة وأخذ ينفقها ببذخ على أصحابه كي يمدحوه، حتى نفذت ثروته فخرج من بلدته باحثا عن عمل، وانتهى به المطاف عند صاحب بستان، فحكى لصاحب البستان حكايته، فذهل صاحب البستان من هذه الحكاية وعطف عليه فزوجه ابنته، ونصحه بأن يأكل من عمل يديه وأن يمد رجله على قد لحافه، فصار الشاب على نصحه الذي يقول: على قد لحافك مد